السؤال ده استكمالا لموضوع القهوة. الناس اللي بتشرب القهوة ويحس معاها ان يومه عادي جدا، ممكن يشرب 4 و5 و6 ومش فارق معاه في الفوقان. وقلنا في ناس من واحدة بس بتفوق. في فاكتور مهم تاني وهو فاكتور التعود او التوليرنس، التعود المستمر للقهوة بشكل متكرر بنفس الكمية 3 أو 4 مثلا فناجين في اليوم، بيوصل ان المستقبلات او الانزيمز اللي كان بيشتغل عليها الكافيين عشان يدي التأثير بتاعه، لانه بيشتغل بطريقتين، طريقة لها علاقة بانزيمز وطريقة ان هو ليه مستقبلات مباشرة، يبدأ يحصل لها حالة من التعود. يعني الحساسيه بتاعتها تقل، قريبه كده شويه من الانسولين ريزيستنس، بس انا بنسميها الكافيين انسنسيتيفيتي. فيبدا الجسم يتعود عليه بالكميه ديت، فما يديهوش التاثير القوي. فهو عشان يبدا يحس بقى بالفوقان اكتر او يحس بالتاثير بتاعها اكتر، محتاج يكبر الكميه او يزود عدد الكوبايات او الفناجين اللي كان بيشربها. واقول لك معلومه اخيره، ان كل الدراسات الجديده بتاكد ان انا من 3 ل5 فناجين قهوه في اليوم ار هيلثي، ومهمين جدا لوظائف القلب، مهمين جدا لحساسيه الانسولين، مهمين جدا لعوامل كثيره جدا بيولوجيه جوه الجسم. افتكر دايما ان صحتك اهم.